Afvallat du vetter, ser kiedy بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ومأوانا ومأواكم. أحبابي في الله، بإذن الله عز وجل هيكون اليوم موضوعنا عن أضرار الوزن الثقيل. يعني أنا متأكد مش أنا الكابتن الوحيد اللي حكيت بهذا الموضوع، ولكن في مشكلة أو في اعتقاد خاطئ عند بعض الشباب، وبالأخص الشباب الجداد في عالم كمال الأجسام. بكون أول ما بيبدأ بفكر إنه الأوزان الثقيلة هي اللي بتعمل عضلات، تمام؟ وهذا اعتقاد خاطئ. ليش؟ لأنه طبيعي إنه هو يفكر هيك، لأنه أول ما بدخل الجيم بشوف بعض الشباب، بشوف بعض الكباتن يعني بيشيل أوزان وبيلعب والأوزان اللي بيشيل أوزان عالية، بشوف اللي حواليه بيشيل أوزان عالية، فبفكر إنه لما بيشيل أوزان عالية هيطلع العضل زي، تمام؟ فبالعكس تماما، أنت يعني جديد على الجيم لازم تبدأ بالتدريج، لأنه هو بالأساس قبل ما يبدأ الجيم أو قبل ما يصل لهذه المرحلة بدأ زيك من الصفر. أو ما يعني في كتير شباب بيقول لك أنا جديد أبدأ بوزن خفيف كيف؟ فبحس طبعا ممكن يحس بالخجل. طبعا لا، هذا الاشي ما فيش فيه أي خجل، لأنه الكابتن اللي وصل لهذه المرحلة وشايف له عضلات وبيشيل أوزان بدأ زيك من الصفر. ما فيش حدا انولد بطل أو ما فيش حدا انولد بعضلات، تمام؟ فاللي بدنا نصل له إنه إما تطلع على الأوزان قديش عضلتك بتشيل. العب مثلا في إنك أنت تعد أول جولة 15 عدة، تاني جولة 12 عدة، ثالث جولة 12 عدة، رابع جولة 10 عدات على سبيل المثال، تمام؟ أما إن أنا أجي بدي أشيل وزن عالي وما عدش 6 عدات أو ما عدش 4 عدات، وفوق هذا كله ألعب التمرين غلط أو التمرين نفسه ألعبه غلط، فأنا هيك بقدر ممكن أن أحمل على المفاصل، وممكن مش على طول تجيك الإصابة، بس مرة على مرة هتجيني الإصابة. إذا ما جتش الإصابة في العضلة نفسها عن طريق التمزق ممكن تيجي في المفصل، كويس؟ وعلى الاتجاهين، والإصابتين عطلات جدا. بنتمنى السلامة للجميع وبتمنى التوفيق للجميع. ما تنسوا تتابعوني، تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة ليصلكوا كل فيديو جديد. سلام.